اللي هي كلمة البتاع مطلعش أصلها عربي زي ما بيقولوا. العواف عليكم. أنا داليا سعد الدين، وإحنا هنا بنفهم مع بعض التاريخ وفلسفته وتأثيراته على حياتنا. في فيديوهات لطيفة طلعت مؤخرا عن إن أصل كلمة البتاع اللي إحنا بنقولها في حياتنا اليومية دي عربي، واستندوا في كلامهم ده على معجم المستشرق الهولندي راينهارد دوزي، واللي هو مواليد فبراير 1820 وتوفى في اسكندرية 1883، وكان متخصص في اللغة العربية وأستاذ اللغة في جامعة ليدن في هولندا. ده كلام الويكيبيديا. بس الحقيقة لغويا أصل كلمة البتاع مش عربي زي ما بيقولوا أو عايزين يفهمونا، وده اللي هنعرفه هنا. بس الأول لازم نعرف المستشرق الهولندي دوزي ألف المعجم بتاعه ده امتى وليه تم الاعتراض عليه وما تمش الاعتراف بيه ضمن معاجم اللغة العربية الرسمية. وكمان لازم نعرف هو ليه قال ان كلمة بتاع اصلها متاع في اللغة العربية. راينهارد دوزي ألف كتابه تكملة المعاجم العربية أو المستدرك في المعاجم العربية باللغة الفرنسية سنة 1881. في المعجم بتاعه ده ما فرقش بين الكلمات العربية الفصحى والكلمات اليومية المتداولة اللي بيقولها المصريين في حياتهم العادية اللي كان عايش ما بينهم وبيطبق دراسته عليهم. يعني حصل عنده خلط ما بين لغة المصريين الدارجة واللغة العربية، فربط كل لفظ وكل كلمة سمعها في مصر باللغة العربية، وده سبب انتقاده بشدة. علشان كده ما تمش الاعتراف أو اعتبار كتابه من معاجم اللغة العربية المعترف بها رسميا، بس بقى مرجع مهم لكتير جدا من الفرنسيين والأجانب اللي عايزين يتعلموا اللغة العربية ويفهموا كلام المصريين. طيب هو ليه رجع أصل كلمة بتاع في لغتنا لأصل عربي وهو متاع؟ ده ببساطة علشان توقيت كتابة المعجم بتاعه أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في القرن ال19. يعني الناس في الوقت ده بما فيهم المستشرقين والعلماء والمؤرخين وبتوع المصريات كانوا فاكرين إن كل كلمة بيقولها المصريين في حياتهم اليومية دي من أصل عربي. يا جدع ده لحد النهاردة في ناس فاكرة الكلام ده. ما علينا. المهم، ايه اصل كلمة بتاع بقى؟ الكلمة من الاصل القبطي القديم وكان نطقها تاعي. ده حتى الاطفال يا راجل بيقولوا تاعي، انت مش واخد لي بالك ولا ايه؟ ومعنى كلمة تاعي دي بقى هي دراعاتي الاتنين من تحت الباط ولحد الايد. ولما كانوا بيقولوا تماعي يعني يقصدوا قوة دراعي أو قوة دراعاتي أو ملك إيدي أو ملك دراعاتي. يعني علشان كده لما طفل مصري بيصر إن في حاجة معينة بتاعته بيقوم ضممها قوي في اتجاه باطه وبيحاول يخبيها تحت باطاته وبيقولك تاعي تاعي، أو بيقول دي تاعي دي تاعي، ودي من الأصل تماعي يعني ملكي أو ملك دراعي. أما حرف الباء اللي في بداية الكلمة واللي بيخليها تتنطق بتاع أو بتاعي، فده بيفيد الملكية والاستمرار، يعني بيدي معنى إنه ملكي أو ملك دراعي، وده في لغتنا إحنا. بمعنى تاني لما نيجي نترجم كلمة بتاعي للغة العربية هيبقى معناها الحرفي ملك يميني أو ملك إيدي. ومع التطور اللغوي اللي اتكلمنا عنه قبل كده بقت كلمة بتاع دي لما بنقولها على حاجة تانية ما تخصناش بتدي معنى المجهول. يعني إذا كان البتاع ده مش متحدد له اسم بعده فده معناه إن الملكية لمجهول أو مش متحدد مين صاحب البتاع ده. أما بقى لو حددنا بعد كلمة بتاع اسم شيء ما فإحنا هنا بنقصد صاحب الشيء ده أو مالكه أو اللي ملك دراعه. يعني زي مثلا لما نيجي نقول يا بتاع النعناع أو يا بتاع البطاطا أو يا بتاع أي حاجة،
فاحنا هنا بنقصد صاحب الشيء ده او مالكه او البياع بتاعه. احنا هنا بنحاول نفض الاشتباك بين علاقة كلمة بتاع اللي من لغتنا القبطية القديمة وبين كلمة متاع اللي من الاصل العربي، علشان اكيد ما ينفعش نقول متاع وبعدين نقول اسم المتاع ده، فيبقى كده بنقصد صاحب المتاع او مالكه زي الامثلة اللي قلناها قبل شوية. يعني ما ينفعش نقول متاع النعناع مثلا فنكون بنقصد صاحب النعناع، علشان هنا اللي حصل اني قلتها مرتين، مرة كمتاع مجهول غير محدد ومرة تانية بتحديد اسمه او بتحديد اسم صاحبه، فمش هيتفهم المقصود، وبالتالي مش هيبقى فيه وجود لأي علاقة بين مالك أو صاحب المتاع ده. هنا ممكن حد عربي يجي ويقول لي طب ما احنا بنقول برضو البتاع وده معناها انها كلمة عربية. الرد المنطقي على الكلام اللي زي ده هيكون بسيط، وهو ان اللغة القبطية المتطورة او اللغة المصرية الحالية اتغلغلت ودخلت في اغلب كلام الشعوب العربية بسبب انتشار الثقافة المصرية نفسها، سواء عن طريق تواجد المصريين بكثرة قوي في البلدان دي او عن طريق الفن المصري المنتشر من اوائل القرن العشرين من خلال السينما والمسرح والاغاني وطبعا الادب والتلفزيون. احنا بقى ليه كمصريين بنفهم بعض لما بنقول البتاع؟ لا، وكمان بنفهم المقصود منه ايه سواء كان معنى كويس او عكس كده. الإجابة ببساطة عشان احنا مصريين، يعني قبط أمة محددة ومجتمع له ميراثه اللغوي المحدد، وده علميا اسمه الوعي الجمعي أو الضمير الجمعي. كلامي ده مبني على منطق تطور اللغة، وكمان مبني على أساس نظرية الوعي الجمعي أو الضمير الجمعي اللي اتكلم عنها الفيلسوف الفرنسي إيميل دوركهام في نظريته عن ضرورة دراسة المجتمعات الإنسانية من خلال مجموعة الأفكار والمعتقدات وطبعا اللغة المتوارثة من جيل لجيل، علشان هي دي وحدة قوة وتماسك المجتمع. كلامي خلص لحد كده النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.